السلام عليكم. الناس اللي متابعيني من زمان عارفين ان اكتر فيديوهات بتعجبهم، اكتر فيديوهات بتجيب مشاهدات هي اللي بتبقى عباره عن يوم بعمل فيه حاجات عشوائيه كتيره بحطها مع بعض في فيديو واحد، فيطلع لنا فيديو غريب عشوائي حلو جدا. فاتمنى ان الفيديو يعجبكم. ان شاء الله ده هيبقى اخر فيديو غالبا قبل الحلقه الاخيره من سلسله البحث عن عمل. فلو ما شفتش سلسله البحث عن عمل نزلنا منها حلقتين، خش شوفهم دلوقتي وبعدين تعالى شوف الفيديو دوت. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. اول حاجه في فيديو النهارده هو مكان كل منتجاته تقريبا كلها فعليا مصريه وجايه من مصر. فكان بالنسبه لي كنز ان انا الاقي حاجه زي كده موجوده هنا قريبه من بيتي نسبيا، يعني حوالي ساعه من بيتي. فصورت هناك شويه، فخليكم مع الفيديو واحط لكم اسم المكان وعنوانه في الاخر لو حد في امريكا وحابب يروح. اول ما دخلنا يا جماعه استقبلنا عمو وجيه، هو كان شخصيه جميله جدا وراجل محترم جدا. والمكان نفسه اصلا مليان بالحاجات المصريه اللي احنا عارفينها كلنا، الجبن المصريه. يعني هنا مثلا انا صورت هنا التلاجة، حاولت ان انا اصور كويس، ولكن طبعا عارفين ان انا بره البيت بصور تصوير سيء جدا. الخضار كله متجمد، لكن في النهايه هي منتجات من مصر. كان عنده كمان حمام وبط، متخيلين لدرجه وسط درجه الحمام والبط. زي ما انتم شايفين هنا كمان الحاجات بتاعت التوابل، اللي كمان بيكرولز، عنده كمان زيت زيتون، وعنده عصاير المصريه، وعنده الجبن بقى جرينلاند بأطعمتها كلها، عنده سمنه روابي، وعنده بابورلاند بأطعمتها. حاجات اصلا تحس انك داخل سوبر ماركت مصري عادي، سوبر ماركت مصري في مصر. طبيعي جدا، جبنه لسه مصريه، حتى الجبن الرومي وكل انواع الجبن اللي ممكن تيجي في دماغكم، ولانشون وكله مصري. حتى فطيره مشلتتة اهي قدام عيني، انا استغربت لما شفتها. حتى قرآن يعني القرآن موجود برضو. في بقى شيبسيات، لقيت كمان فيمتو. ده بالنسبة لي حاجة غريبة ان انا ليه الاقيها في امريكا. يا حبيبي لما خدتك سنين طلب علينا منى عشان نسويش. جبت العصير وانا ساعدت فيه، يعني حطيت الغطا، طعمه جامد يعني. صورت كمان بقية الحاجات اللي هنا، المربى طبعا، لقيت المربى والمعلبات والحاجات دي كلها من مصر، حرفيا كلها مصرية. والتونة وكله مصر. طبعا فريسكا وعيش بادي وفيروز، كل اللي يجي في دماغك هتلاقيه مشبك كله. وجبنا طبعا الحاجات دي كلها، حتى عمرو دياب شغال، يعني مصر يعني. وكانت زيارة جميلة، مش آخر مرة نروح إن شاء الله. والمكان اسمه ساميري ماركت، وهتلاقوا عنوانه مكتوب على الشاشة دلوقتي حالا لو حد في أمريكا وحابب يروح. بما ان شهر 8 جه، فبقيت انا ماشي في الشارع في اي مكان بلاقي عفش وحاجات كده مرمية في الشارع جنب الزبالة او قدام البيوت، محدش عايزها، سايبينها كده، اي حد ممكن ياخدها ببلاش عادي. في منها حاجات على فكرة حلوة بتاخد. طبعا في ناس اصلا اوريدي بتجيب الحاجات دي مع ماركت بليس، يعني مثلا واحد مثلا ايه عايز يخلص من حاجه خلاص، فبيحطها على ماركت بليس ببلاش، والناس بتشتريها وتبيعها بسعر اعلى، او ممكن يحسنوها ينضفوها يظبطوها يبيعوها بسعر اعلى يكسبوا فيها. لكن احنا لسه في اول شهر 8، فلسه حتى اصلا مفيش حاجات كتيره محطوطه بره، يعتبر نسبيا دي حاجات قليله خالص. هتلاقي ان شاء الله ممكن بعد فتره، بعد كام يوم، نص الشهر كده، هتلاقي الشوارع مليانه، هتلاقي كل الشوارع مليانه بالحاجات على الارض ومرميه كده. الناس بتاخدها عادي، بتعمل بيك اب ليها، يعني في ناس بياخدوها ويبيعوها على الماركت بليس بسعر اعلى بحيث يكسبوا بيها. وده في الغالب بيحصل ان الناس بتكون هتمشي خلاص، يعني رايحين خلصوا العام الدراسي وهيمشوا من المدينه، وفي ناس تانية هتيجي. فانت في ناس بتسيب الحاجه بترميها مش عايزاها من بيتها، الجهاز خلاص الاساس بيرموه، وناس اللي بتيجي تشتريه. فانت يعني فرصه حلوه انك تشتغل فيها يعني تعمل البيزنس ده. وفي اصلا اوريدي ناس بتعمله، بس انا بصراحه ما يعني محتاج طبعا مكان تحط فيه الحاجه وكده، فلا. ولكن على حد علمي في البيزنس ده موجود، او البيزنس موديل ده موجود، اسمه فلاترنج، او والله ما فاكر الاسم فيه اف كده. بيكون انك بتشتري حاجه مع ماركت بليس او تجيبها، تحسنها شويه لو في حاجه بدأت تصلحها، وتبيعها بسعر اعلى وتكسب فيها. ولكن طبعا بيحتاج مكان تحط فيه الحاجه، بيحتاج اكيد ممكن حاجه تشحن بيها، تراب كبيره تشحن بيها الحاجات. بس هو مربح، لا يعني خصوصا في وقت مثلا زي دوت دلوقتي، كله بيشتري وكله بيبيع. كله مثلا ايه، مثلا اغلب العقود هنا في السكن بتخلص في شهر 8، فبالتالي هما الناس عايزين يمشوا والسكن لازم يفضوا. عشان يفضى بيمشوا الحاجة يعني بيطلعوا الحاجة بره قدام الباب، يا إما يبيعوها، ولو ملقوش ليها بيعة فبيسيبوها كده أي حد ياخدها وخلاص.
فتبقى الحاجة مرمية فعليا على أرض الواقع في الشارع تاخدها. ممكن انت تاخدها لو حاجة تنفع منها إنك تصلحها وتبيعها. ممكن تبقى أصلا حاجة من إن تكون حاجة، يعني ممكن تكون شاشة أصلا، أو تكون جهاز كامل مرمي ولسه مشتريه مثلا من شهر، تاخده تحطه في بيتك عادي. بس الغالب اللي بشوفه إن هو بتاخده بتبيعه بسعر أعلى، بتصلح فيه حاجات تبيعه بسعر أعلى وتكسب فيه. القريبين مني عارفين ان عندي وجهة نظر مش هغيرها مهما حصل، ان شواطئ مصر هي احسن شواطئ في العالم واحسن مياه في العالم مهما حصل. وكل يوم يعني بروح حتة مختلفة او بشوف صور مختلفة، مش شرط ان اروح، بقيت بتأكد ان وجهة نظري دي كانت صح. كبير بس بيتكلم عربي، بينزل مصر كل سنة. بس كده، ده كان فيديو النهارده. انا عارف ان هو قصير جدا ومفيهوش محتوى كتير، ولكن انا بحاول قد ما اقدر ان انا ما اقطعش، يعني حتى لو هرفع فيديو صغير زي ده يعني بسيط خالص، احسن ان انا ما ارفعش حاجه خالص. فعشان كده الفيديو معلش قصير مفيهوش محتوى كتير. ولكن ان شاء الله هحاول ان انا ازود في المحتوى شويه. بقالي سنه بقول كده، ولكن أنا برضو عندي حاجات تانية بعملها في نفس الوقت مع قناه اليوتيوب، فبحاول ان انا افضل قناه اليوتيوب عشان ازود محتوى شويه الفتره الجايه ان شاء الله. فده كان عامل له شير سبسكرايب، واكتب الكومنت بتاعك اي فكره فيديو، اي حاجه عايز نعملها، اي سؤال لو عندي اجابه ليه هجاوبه، لو ما عنديش مش هجاوبه. ولو حابب تدعم القناه دي ما تنساش انك تدوس على زر الانتساب للقناه، هتلاقيه في اول كومنت، او تبعت على السوبر شاتس تحت في الكومنتات برضو. لو حابب تدعم القناه ماديا. وبس كده كان فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.